انا اول ما اتوليت بالطبع ما احبش اشوف واحد جاي من المرض. فبقيت موظف صغير، ابنه عيان وتعبان سنة 83 84، وراح الدكاترة قال له علاجك يا ابني مش في مصر، علاجك في مستشفى في فرنسا في كذا. قال أمر الله، وراح قعدت بيته. فسمعت القصة في الجورنال، فبعدنا جبنا قالوا لي كذا، خليت الكومسيون الطب كشف عليه وقال هيتعالج في الحته الفلانيه. سفرته وادينا له بدل السفر ما يكفيش اوضه. والله كان عندي من المال الخاص شويه فرنكات فرنساوي زمان اديتهم له، وكلمت وزير الدفاع قلت لهم نيموه في اللوكاندا اللي عندكم بتاع ده، والولد اتعالج. لان المرض ملوش كبير، ولما الاقي واحد بيعين من المرض او ابن صغير بيعين من المرض انا شخصيا بتاثر، ما احبش اسمعه. فبطبع بحب الناس وبالي طويل. ولا قال لك رئيس برضه بالي طويل، هعمل ايه؟ هتخانق؟ انا بنت اسم وبنت اسوان، انا مصريه، تقدر تقول من كفر مصلحه. انت من كفر مصلحه؟ مركز اسكو كلحة غرب. ده انا بنت مبارك. انا من اسوان تبع مركز كفر مصلحه. ومعنويا انا احب اسوان، واحنا بنحبك ودايما بقول اهل اسوان دول ناس طيبين، دايما عندي هذا الاحساس.